لازم تعرفي إن كل حاجة بتحصل لِك خير، كل حاجة بتحصل لِك خير حتى لو ابتلاء أو شر. أي حاجة أنتِ مرّيتِ بيها بظروف وحشة هي خير من عند ربنا، ده ربنا بيحبِّك وبيخفف، خديها من محمل إن ربنا بيخفف من سيئاتي، إن ربنا بيخفف مني وبيقرّبني له، ربنا بيدخّلني الجنة. أنا هاغيّر طريقة تفكيري وأغيّر الحاجة، أنا شخص مبتلي وده شخص مبتلي، ده شخص مبتلي عوّض ابتلائه ورضى لربنا ودخل الجنة، ده مش راضي بالابتلا فيه، مبتلي برضه مش هيخش الجنة. أنتِ اللي تقدري تحوّلي الحاجة اللي بالنسبة لِك لحاجة حلوة، بالذات أنتم ليكم كبنات. وأنا حاجة قريتها النهارده إن البت تحب يتبص عليها والواد يحب يبص، يعني بالبلدي انتوا عارفين الكلام ده كله. بس انت كواحدة بتحب تحس بقيمتك وتحس بذاتك، حسيها بقى في نفسك انت، لشغلك انت، مش بالحاجات التانية، بدراستك بمستواك بقيمتك بمكانتك باحترامك. خلي ليكي مكانة عشان تخلي الناس كلها تتمنى ان هي تقعد معاكي. حطي الكلمة دي في ودنك، حطي ان انت عايزة تكوني حاجة كويسة في المستقبل، حطي ان انت عايزة تذاكري وتجتهدي عشان خاطر نفسك، بقول لك عشان خاطر نفسك، عشان خاطر 1000 واحد يتمنى ان هو يقعد معاكي. بس حطي في دماغك الفكرة دي.